اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من قناه ماريانو. النهارده حلقه جديده وجوله جديده، لكن المره دي في دهب. احنا دلوقتي اول يوم لينا، لسه واصلين، رحنا شاطئ اللاجونه، قعدنا شويه في الميه، وحاليا بندور على حته ناكل فيها. ففي الغالب ممكن نروح على مطعم كده لقيته على جوجل مابس اسمه المصري، هو بتاع مشويات وكده ومشهور جدا في دهب، فخلينا نجربه مع بعض. يلا بينا. من الحاجات الغريبه الموجوده في المطعم دوت ان هو كل حاجه رخيصه، تحس مثلا الاسعار اكنك لسه في اسكندريه مثلا، مش حتى اسعار القاهره، والاكل بيخلص بسرعه. كنت لسه طالب الاكل من 3 دقائق تقريبا، نزلوا السلطات ونزلوا الشوربات والملوخيات وكل حاجه، وتقريبا الاطباق الرئيسيه جايه دلوقتي. احنا حاولنا يعني ايه نجيب لكم حاجات كده من مختلفه على اساس ان احنا هنا اساس ان احنا ننوع بقى وكده. تقريبا لحد ما اخلص لكم المقدمه ديت هتلاقي الترابيزه كلها اتملت. ما تناولني عيش كده. ده ملوخية. طعمها ملوخيه؟ احنا مضحوك علينا في البيت، فيها شويه تقليه محترمين. غريب الاسعار ارخص. باشا ده المصري. انا بقول الملوخيه الحلوه انت حلوه، اطلب لي الاوبر بقى. بص بقى الملوخيه بالرز، كان نفسي اجيب فراخ تبقى ملوخيه ورز وكوكو. ايه الحلاوه دي؟ لا استنوا بقى، شايف الموزه؟ يعني بص الموزه دي كده مع طبق الفته ده وطبق الشوربه ده عامل له 400 جنيه. يا بلاش والله، الراجل ده بيخسر. البطاطس حلوه قوي. انت بتعمل ايه؟ مش ده اللي بيتغمس. الملوخيه دي جامده. عارف طعم خدني لبعيد. خدك فين يا صاحبي؟ عارف اكل الفطار البيتي في رمضان؟ معمول بنفس ده. ده احلى من اكل البيت. ما تقولش كده بس عشان لو ما يعني هو اكل بيت فرق. احنا تقريبا نخلص الملوخيه من قبل ما الاكل ما يجي. وديات بطاطس بالطحينه. نخش لنا بقى في الموزه. بصوا قد ايه. فين بقى اختبار الذوبان بقى وتعمل كده؟ يلا وريني. نازله ما بتنزلش. بص دي كلاب. الاختبار اللي بيعملوه في الافلام والفيديوهات ديت مش شغال هنا، بس هي دايبه يعني، هي طريه. طبعا هنا مفيش جلافزات ولا الكلام ده. لابسات ايه يا صاحبي بقى؟ ما انت شايف. طب يا اسطى ما احنا في دهب هنعمل اكتر من كده. معلش هو البحر ده. جربها بقى بالفته. هي فراخ مصري عادي. في وقت حته ندوق بقى المشاوي. بص احنا ليبس صاحب الكباب عندهم حلو. كلب طازه. الكباب ده حلو قوي. انا مع الموزه الضاني. انا بقول نخلص اكل ونجيلكوا لو في مطعم تاني، او لو هنصور بقى في يوم تاني. عايز اقفل بس مش عارف اقفل ازاي. من الحاجات الغريبه النهارده ان احنا الساعه 9 ودهب تعتبر فاضيه. مش عارف هل احنا جايين مثلا في وقت غلط، ولا هي مثلا بقت اوفر ريتد مثلا. ده تقريبا شبيه بلبن. كان نفسي اديكوا رايي الصراحه، يعني في الاوضه واحنا قاعدين تحت التكييف عشان الجو حر والرطوبه عاليه، بس البي قاعد بيفسحنا. فممكن اقول لكم كده على السريع واحنا ماشيين. يعني بصوا عامه كل حاجه مشويه عندهم حلوه جدا، اذا كان طرب بقى، كباب، كفته. الصراحه بقى الموزه الضاني اللي انا جبتها اوكي، كان فيها دهن كتير منها ضاني طبعا. بصراحه الفته واللحمه كانوا حلوين قوي. وطبعا الفراخ يعني دي فراخ مشويه، فما صورتهاش قوي يعني. هنطلع دلوقتي نريح ونشوف لو في اي حاجه مثلا بالليل ممكن نقدر نعملها، لو لقينا حاجه اصلا. لو لقينا تمام، لو ما لقيناش خلاص نستنى لليوم اللي جاي. تاني يوم صحينا بدري اهو، بنحاول ان احنا نفطر بقى، ندور لنا على حاجه نفطر بيها. مش عارف لسه، هنشوف بقى جوجل مابس ونشوف هنفطر ايه. يلا بينا على تاني يوم، نوريكم برضو الاوتفيتات بتاعت تاني يوم. يلا بينا نشوف هناكل ايه. قعدنا ندور كده في اللوكيشن ندعبس شويه، لقينا كذا محل بيعمل فطار، فلافل بقى وفول والحاجات الشعبي ديت. بس احنا قلنا ايه، نبدا اول يوم قلنا نبدا بجيرمان بيكري، حاجه فانسي بقى كده في الاول، فاهمين اللي هو ايه، فرحه البدايات. بعد كده هنرجع تاني للفول والفلافل عادي جدا يعني. هو بعيد شويه عن الفندق اللي احنا قاعدين فيه، والجو الى حد ما كويس يعني، والدنيا لسه ما بقتش حر قوي يعني. بفكر ان انا ممكن اكمل معاكم باقي الرحله، اذا كان في يخت مثلا او رحله مثلا بلو هول والحاجات ديت كلها. هحاول يعني اللي احنا نغطيها. ممكن الكواليتي تقل شويه عشان هصور بالموبايل، بس هحاول اشاركها معاكم يعني. انا في العادي ما بعرفش اتكلم كتير يعني. ماشي، بس ايه رايكم في النضاره؟ اكل نص وشي. يلا بقى ايه، نروح على جيرمان بيكري وارجع لكم. حته فانسي كده على اول اليوم. حته فانسي.
هو انا اول مره في حياتي اصلا اكل حاجه شبه كده. بس واحد والله. العيش مش صابح على فكره. لا. على فكره بقى اقول لك حاجه، البيض معلوش ملح. عارف ملح؟ اه حاسس ان انا فلاح قوي والملاحه قدامي. دي ضحكة أغنية يعني بما إنك جبت قميص جديد، وأنا مش عارف لازمته إيه العيش. صاحبي هو أنت السوسج عندك شكلها حلو ليه كده؟ وعندك خضار وفاصوليا ولوبيا. خد اللوبيا صح ماشي. لا أنا هاخد باشا ما السوسج. بحبكش. هات لي حتة سوسج. مين بيفطر لوبيا؟ دوقني حتة سوسج. حتة. عم تاكل في اللي اكلك ده انت. يا عم عايز أدوق يا عم، في يا عم. بارد يا عم. كل بس كل. ماشي دوقني بس. كل بس. كمل لك والله. كمل لك والله. تصدق الانجليش احلى. ايه شغل سوبر ماركت ده؟ هو ليه السوسج عندي تحس كل حاجه بارد في بارد كده؟ هات الملاحه، هات الفلافه بتاعت الفلفل اسمها ايه؟ يلا بون ابيتيو. طبيعي يعني. فين؟ اوه. مش عارف بقى الباجيت ده هنعمل فيه ايه؟ نحط مثلا سندوتش فلاح في بلاد الغرائب. والله صاحبي ايوه عامل سندوتش هوت دوج. اه والله صاحبي يعني في حد قالها لي. قال لك ايه؟ عيش اهلك؟ لا انت فلاح النهارده بكره مش فلاح الناس. ما احنا فلاحين النهارده وبكره. طب دي مشكلتك انت بقى. بس عملنا لنا سندوتش اهو. محتاج صوصات. مستردة ولا هيبقى عك؟ حط يا باشا، حط طحينه ببلاش وصاحبها مغفل. شويه كاتشب. ايه قطه هديلك حته. طب استني انزلي. طب ايه ده مطيع؟ سندوتش العك. صدق طعمه مش وحش بس حاجه ني في ني قوي يعني. فاهم طبعا. انا خلصت. هاي. ممكن كنت رميت. انزلي طبعا ياكل يا قطه. ايه قطه انزلي تحت. الله خدي يا قطه عشان انت محترمه وبتسمعي الكلام. خدي حته تركي مدخن. ممكن اجي ده تاني اصلا عشان القطه. انت عارف لو قلت لها مثلا تعالي معايا الاوضه هتيجي. تخيل بقى ايه يصوم في الاخر يفطر على وقت. ده انيمال ابيوز ده. يا ريتني كنت جبت الانجليش بريكفاست. طبعا انا شايف انك خاطر جبن بس. جبن ولانشون كان زمان كنت بتعمل سوبر ماركت. برضه نازل له لوبيا وبيض يعني حاجه غريبه برضه. فطبعا يعني ايه محدش كامل. لوبيا وبيض وفاصوليا فاهم. حلو يا عم على الاقل بياكل لحمه. اكل خفيف قوي. فطار. غير لما تاكل مثلا فول وفاكهه تحس ان انت اتلكمت يعني. ما عشان زيت. ده ايه ده؟ ايه المربى دي؟ عارف الصور اللي هي بتبقى على بس نجربوا الزبده مع المربى دي طعمها من طعمها مربى بالقشطه. صاحبي دي من اجود انواع المربى. هيرو. ده مربى كرز. لا ما تضحك علينا عشان كده بقى طعمه غريب بقى. هو في مربى غير فطرك؟ نيجي لكم بقى لما نطلع اليخت ولا نروح للثري بولز ولا مش عامة يعني الرحلة الجاية. يلا بينا. غالبا هي ديت الثري بولز ولا دي كانت البلو لاجون. مش عارف هي حتة. مش عارف هي ايه بصراحة بس غالبا ديت الثري بولز. المفروض الرحلة هتكون متقسمة للثري بولز. بعد كده هنروح لليخت. هنقعد هنا ساعتين او 3 ساعات لحد الساعة 3 ومن 3 ل 9 تقريبا على اليخت. الحمد لله. طبعا الساعة دلوقتي الساعة 1. انا مش عارف هنزل البحر في الجو دوت ولا لا. والصراحة الجو حر جدا. انا عامة رحت دهب السنة اللي فاتت. طب بالنسبة لنزل المية اعمل ايه؟ بيسألوه عشان يجيله رايد ويروح يأجر. طب واللي عايز ينزل من غير معدات؟ من غير جايد. هو المفروض في ناس هتنزل ميه بس انا مش عارف هنزل ولا لا. الجو حر جدا وغالبا انا رحت السنه اللي فاتت بس كان عدد اكبر من كده بكتير. مش عارف هو ليه العدد السنه دي قليل جدا. ممكن عشان برضه انا طالع في وقت مش الطف حاجه يعني. بس دي حاجه كويسه. كده هي ميه وكده صيف ميه فقشطه يعني. استناكوا على اليخت عشان كده مش عارف اصور في الميه يعني. استنى كان في حد علمني راس الاغنياء. عايز كوبايه. نعتبر ان دي كوبايه. ايه ده كده زياده. يلا بينا ليتس جو. انا كنت هنزل تحت دلوقتي. والله كنت الرعب. في رجلينا ونحط في الشباك اللي في الليل. واو كنت متوقع ان هو اكبر من كده. خلينا جنب الشباك. كده جنب الشمس. مفيش تاني. انت لما تيجي تصور الافق ده كله السما من البحر حاجه واحده. انا حاسس ان مفيش اي فرق يعني. الفيديو هو فاهم ما بيتحركش. لما تنترفيو حد ايه رايك في الرحله؟ انا ما انت قلت لي انترفيو مع حد حلو. بس كده. اقول لك على حاجه. تحب تضيف حاجه للرحله؟
I love Egypt like this. انا بص المناظر بص يا عصام بص. سبحان الله. بس ميه صح. سبحان. يعني لطيف. شكلها لسه بدري ما قبل ما نوصل للحته اللي هنقوم فيها. هاي هاي، رجعنا من رحله اليخت، وبصراحه نفسي هفاني على فرايد تشيكن. اوكي سوري يعني ما صورتش حته الاكل اللي كانت في اليخت يعني، بس مش حاسس ان هي حاجه ضيعناها قوي يعني. هي ما كانتش ورثي كفايه اصلا اللي احنا نصورها مثلا. فانا قمت فاتح شفت بقى كام محل فرايد تشيكن كده، لقيت الاعلى تقييما والاكثر ازدحاما كينج تشيكن تقريبا. اوكي الناس قاعده حواليا قاعده بتتكلم، مش عارف ايه السخافه اللي فيهم النهارده ديت. فهروح مثلا لكينج تشيكن واشوف مثلا لو في اي محل تاني مثلا عليه زحمه بتاع فرايد تشيكن برضه ممكن اروح اجربه. يلا بينا. سالت حد وقفني شاف بقى معاك الكاميرا فبيقول لي انت يوتيوبر وبتاع، سالته عن احسن محل فرايد تشيكن قال لي اللي عند المناره. فانا الصراحه برضو مش عارف المناره فين، فانا عملت لوكيشن عند محل قريب من المناره. اوه بصوا القمر شكله جامد قوي. شايفين النقطه الحمراء دي؟ شكله جامد. رح نكمل للفرايد تشيكن. الدنيا بدات تتزحم، امبارح كانت الدنيا فاضيه جدا. في هارت اتاك هنا، بس انا الصراحه مش جاي من اسكندريه عشان اروح لهارت اتاك، ولا حتى بروح هارت اتاك حتى في اسكندريه. اللي لاحظته بقى برضو من الحاجات الغريبه ان شركات السياحه هنا كتير جدا، ان اغلب الناس اللي بتيجي من المحافظات في اغلبهم مثلا بيجي لوحده، فهو بيدور مثلا على رحله او نفس نظام الرحلات على اساس ان هو يوفر. انا بصراحه فكرت في الموضوع ده، اللي انا مثلا ادور لي على اتوبيس مثلا اللي هو بلو باص، واجي هنا اشترك مثلا في الرحلات اللي انا عايزها، واجر انا فندق او كامب مثلا على اساس اللي هو يبقى اوفر. بس حسيت الموضوع برضو مش فيهوش اي توفير. موضوع هتصرف فيه اكتر بكتير كمان من انك تشترك رحله تبع شركه سياحه. وصلنا للمناره، مش لاقي اللي بيقولوا عليه. هتضايق قوي 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 لو رحت لكل دوت في الاخر ما لقيتش حاجه. باستا برجر بيف. هو الراجل سوحني تقريبا، مفيش اي فرايد تشيكن هنا. بس استنوا كده نسال حد. السلام عليكم، لو سمحت هو في محل فرايد تشيكن هنا؟ هنا في حاجات كتيره فاست فود، بس انا عايز فرايد تشيكن. خليني عند مبدئي. اوه في دي اف سي تاني. الدي اف سي دوت شفته كتير جدا لدرجه ان انا زهقت منه، لدرجه ان انا ممكن اجربه، بس كل الناس قاعده تقول لي روح دي اف سي دي اف سي دي اف سي. انا همشي لحد اخر الشارع ده، لو ما لقيتش حاجه عدله هرجع لدي اف سي. كده وصلنا لاخر الطريق، وفي الغالب هنروح لدي اف سي. يعني لفتنا ورحنا في الاخر لدي اف سي اللي احنا عدينا على 3 محلات ليه اصلا. خلاص بقى نجرب دي اف سي، بعد كده نجرب كينج تشيكن وبس. اظن ان هم دول الاثنين اللي موجودين يعني. بس مش عارف ايه اللي وداني التسويحه السوداء ديت يعني، ليه وداني لحد المناره؟ ما في مليون فرع لدي اف سي. شكله كهراوي الراجل ده. جوه حر وانا النهارده لوحدي في رحله البحث عن احسن فرايد تشيكن في دهب. مش عارف هل هجرب هارت اتاك ولا لا، لان انا اصلا ما جربتوش عندنا في اسكندريه. اتس هارت اتاك يعني موجود في كل حته. طب ما سينورا اهو صاحبي. لا انت ما جيتوش معايا. صاحبي لما الكينج كان الناحيه الثانيه. ما سالت حد قال لي انت يوتيوبر؟ قلت له بصور. قال لي هات القناه وبتاع. قلت له طب رشح لي فرايد تشيكن. وده قال لي اللي عند المناره هتلاقي كده على الشمال. جاي بمشي لقيت دي اف سي، امشي تاني دي اف سي. فجيت هنا قلت اكيد ده مش دي اف سي اللي هو رشحه لي، طلع دي اف سي. فسالت الراجل ايه الفرق، قال لي ده الفرع الرئيسي، بس كلهم شبه بعض. ممكن اخد بقى ايه دي اف سي وكينج تشيكن. انا عايز واحده يومين. ايه يا صاحبي في ايه يا صاحبي؟ صور يا صاحبي مفيش كده يا صاحبي. صور بس يا صاحبي. بس احنا مبسوطين احنا شفناك يا فنان والله. حبيبي يا صاحبي حبيبي. ايه ده معجبين ما تنساش السبسكرايب بس. كومنت ولايك وشيء. معجبين. لو ملاحظين في الباك جراوند دوت سينور، ممكن نجربه في حلقه من الحلقات. وفي برضو قدامه اسمه تشاينيز اكسبريس حاجه شبه كده برضو، ده هنجربه برضو في يوم من الايام يعني، مش في حلقه من الحلقات، هو في يوم من الايام. اكل وصل، مش متوقع ان هو يخلص بالسرعه دي. عيش لطيف. دي كده الوجبه. رغيفين عيش وقطعتين فرايد تشيكن وشويه بطاطس وكول سلو وكاتشب. عايزكم بقى بصوا كميه زيت، الفراخ بتلمع من الزيت. ديت عاديه، دي تقريبا متجهزه قبل كده، بس ديت متغرقه الصراحه. خلينا نجرب. شيت هنا مفيش توميه. هو ازاي مش عارفين ان الفرايد تشيكن بتتاكل بالتوميه؟ توست طالعه سخنه مولعه. خلينا نجرب الفرخه.
المفروض احنا جبناها سبايسي. ده سناك بوكس قطعتين سبايسي. غرقانه زيت. غرقانه دي كلمه قليله قوي، تقريبا الزيت جزء من التتبيله. ربنا يستر على الحمو النهارده بتاع بالليل. السبايسي بتاعها خفيف جدا. الكول سلو ومية كتير. انا مش عاجبني السبايسي، مش سبايسي. القطعه بقى ديت نضيفه. تجربتي السنه اللي فاتت في دهب كان من كينج تشيكن، ما كانتش احسن حاجه. الفراخ كان طعمها غريب وكانت زفره، فاحنا هنجربه النهارده ونشوف هل ما زالت زفره ولا لا. يعني هي اوكي ماشي، هي بيضه وكل حاجه، لكن اوريدي ما فيش اي تتبيله جوه. طعم فلات جدا، مجرد فراخ عليها تتبيله خفيفه جدا، مش سبايسي حتى. انتوا فاكرين صدر في اسكندريه عندنا قد ايه؟ الصدر ده صغير قوي. ممكن بالمحلات الجديده مثلا اللي بيعملوا فرايد تشيكن ممكن يغلبوا ده. يعني المشكله ان انا خايف ان انا اجرب هارت اتاك يطلع اجمد واحد فيهم. يلا بينا المطعم اللي بعده قبل ما افنيخ واريح واروح. يلا بينا. حصل اللي كنت متوقعه. رحت ادفع، قال لي ايه اخبار الاكل ومش عارف ايه وبتاع. لازم طبعا اقول له اللي هو قشطه وزي الفل وتسلم ايدك والحلاوه ديت وبتاع، على اساس ان انا خلاص يعني انجز وامشي. لكن هو اصر. يعني انا قلت له ان السبايسي مش سبايسي. قال لي فعلا هو مش سبايسي. قلت له بس انا طالبه سبايسي. قال لي اصل الناس ما بتحبش السبايسي الاوفر وبتاع. طب يا اسطى ما انا طالبه سبايسي، ما انت عندك ريجولار وسبايسي. مش عارف بقى الصراحه. كونسبت غريب جدا في المطاعم، اللي هو مثلا انت تطلب سبايسي يقول لك لا اصل انا ما رضيتش احط سبايسي عشان سبايسي بيه. ليه يا باشا ليه؟ والله ركوب العجل هنا ممتع قوي. انا عايز اجرب ركوب عجل هنا بما ان انا لسه متعلمه جديد يعني. احنا دلوقتي رايحين فين؟ احنا رايحين كينج تشيكن، ولو عجبني مش هروح هارت اتاك، ولو ما عجبنيش هضطر ان انا اروح هارت اتاك للاسف، على اساس ان احنا نعرف اني فرايد تشيكن احسن في ده. بس خلينا نشوف. واو، الناس فاكريني سايح اجنبي، فاكريني جاي من مش عارف منين. كان ممكن اجرب اكلمهم انجلش مثلا واقول له انا من اي حته مثلا. حاسس الموضوع هيبقى ممتع قوي الصراحه. من الحاجات اللي مش لطيفه هنا في المكان ان انت لو قعدت في المطعم او ما قعدتش في المطعم فانت محتاج انك تروح تاخد اوردرك من جوه عند المطبخ، مع ان اوريدي في ناس شغاله يعني. فالموضوع غريب شويه. المطعم اللي فات اوكي عشان هو اوريدي ترابيزه قدام المحل وخلصت، فهو اوريدي بيجيب لك الاكل يعني. بس هنا قال لك 10 دقايق وتعالى. فاتمنى ان هو ما يكونش شبه السنه اللي فاتت، ما يكونش زفر، ما فيهوش سبايسي، لان هو جوه سالني انت عايزه عادي ولا سبايسي، فلو ما جابوش سبايسي هيبقى الموضوع سخيف. السناك بوكس هنا شكله يعني مش عارف. بحس التاني كان شكله منظم اكتر. هنا تحس اللي هو دليفري بس هتديهولك في تري. بس هنا عشان الحق يقال اقل زيت بكتير من اللي هناك، بس ما فيش اي زيت هنا باين. اتمنى يعدي في اختبار السبايسي. هنا نو جلافز، كله فعص يا باشا بايدك. البطاطس اوكي شبهها شويه، التتبيله لطيفه. هناك كان دبوس وصدر. هنا تقريبا صدر وورك، مش حاطين دبابيس. باي ذا واي هنا ارخص. هنا عملوا 150، هناك كان عملوا 160. هنا في توميه. اوكي هنا مفيش كول سلو بس هنا في توميه. خلينا نشوف بقى السبايسي. توم على طول. احلى بكتير قوي. سبايسي جامد. العيش تحس اللي هو شبه القرص شويه، ناشف سيكه. ناخد شويه من هنا على شويه من هنا وشويه توميه. دي اللقمه المثاليه دي. في التوميه تحسها توميه مصري، مش توميه سوري، اللي هي دايما بتبقى كارفه شويه توم زياده. بصراحه احسن بالنسبه لي ما تكون كارفه مايونيز اكتر. انا مستمتع وبجد التتبيله بتاعتهم رهيبه. اوكي ماشي، في مطاعم كتير عندنا في اسكندريه احسن من هنا بكتير، لكن السبايسي هنا عنده حلو قوي. ودي المفروض حته الصدر هي ماشي يعني وسط، يعني هي مش كبيره قوي ولا صغيره، لا صغيره الصراحه بالنسبه اللي احنا عندنا في اسكندريه، صغيره جدا.
احنا محتاجين نخلص بسرعه عشان المفروض عندنا رحله بكره تبقى سفاري تقريبا. نركب البيتش باجي ونطلع على الجبال كده، مش عارف اسمها جبال ايه، نقعد هناك شويه ونشرب شاي ومش عارف ايه وبتاع وكده. فهي ميعادها الساعه 5، الساعه دلوقتي داخله على 1. احنا محتاجين نخلص بسرعه نلحق الفندق ننام لنا شويه. ربنا يستر بقى لما حصل هيحصل ايه بقى في كل الزيوت اللي انا اكلتها دي. دخل الجبل